قمة الحجارة والندالة يا ميسر لما تجي تتكلم عن بلدي بالطريقة دي كويس. انت يا خلق الله، انت الدراك بدي بيكر شنو؟ دي بيكر نوريك الضياعة كويس. لكن تعالوا يا جماعة نسمعوا كلام ميسر ده عشان انا عندي رد بعد ذاك. يا جاهزية، طبعا قبل يومين كلكم تابعتوا يا جماعة المجزرة اللي حصلت في اسمه ده، اللي حصلت في منطقة الدبيكر. ما بعرف المنطقة دي جنب اللبيط، طلعت قوة من المشتركة قوامها زي 600 ولا 700 سيارة، وطبعا في فرقان هناك بتاعت ناس فرقان مواطنين. يعني شفت الاطفال والنساء والشفع الصغار والحاجات دي ناس ما لهم. طيب يا اخواننا، دبيكر دي دخل الجيش بتابع منطقة تبع جنوب الأبيض طبعا، اتجاه كازقيل البركة دبيكر كويس. الجيش دخل، الجيش وقت لما دخل ما ثبتوا من الجنجويد الا القله، وهم دول المغشوشين اولاد ذاتهم شفع يعني كويس، كلهم اعمار 17 18 كذا. لكن الرئيسين الكبار كلهم فزوا فاتوا، خلوا المواطنين وخلوا الشفع الابرياء دول ماتوا. المهم في المواجهه الشفع ماتوا في المواجهه وبعض منهم يتاثر. لما الجيش يتراجع كويس الحصل شنو؟ ديل الفزوا قبيل ديل من ابناء المنطقه وغير ابناء المنطقه جو شفشف الحله ما خلوا فيها شيء. ديل اهلهم اقسم بالله بتلقوا يد العم بتلقوا يد الخال كلهم شفته جو شفشفوا البلد. الشالوا منه 9، الشالوا منه 10، الشالوا منه 5، الشالوا منه 3، اللي بيشيلوا منه 200 كويس، اللي بيشيلوا منه 100، اللي بيشيلوا منه 50، اللي بيشيلوا منه تليفون. انا متواصل مع اخوي قال لي يا اخي اسمع، لما طلعوا من دبيكر قال لي حتى الملاوي قال لي انا بتكلم معاك الان غياري واحد اللابسه ما عندي حاجه نهائي، ما خلوا لهم ولا شيء كويس. يا ميسره انت زول منافق، انت جاي تتكلم عن انت والله ما بترغى لدرجه انك تذكر اسم دبيكر في خصمك والله، لانه والله انت زول نجس، زول نتن، انت زول نتن، انت مع ناس انجس خلق الله، انجس من وضعت قدمهم الثرى ديل الدعامه دي. تجي تقول قال الجيش المشتركه، يا زول الجيش المشترك بتاع شنو يا زول؟ يا زول اتق ربك لو كنت انت بتؤمن برب اصلا. انتوا قتلتوا العمده عبد المهدي ذنبه شنو؟ العمده عمده دبيكر قتلوه رميا بالرصاص لانه انسان غيور وقاعد يحلل مشاكل الناس وما قاعد يرضى الفوضى كويس، وهم بيروا نفسهم انهم اكبر من انه يسيرهم عمده. ده كان عمده كلمته مسموعه، قال لهم انا المنطقه دي انا لا بعرف حاجه اسمها جيش، لا بعرف حاجه اسمها دعم سري، المنطقه دي في عهدتي انا كويس، ما في مواطن هنا بيتظلم وما في مواطن يفعلوا له ويتركوا له ولا طوالي قتلوه. قتل واحد اسمه قسيم والان هو حلق لحق العمده، لكن فرق بين هذا وبين ذاك. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه. العمده عبد المهدي ما بننساه.